كان في 4 عيال كانوا بيحبوا الكمبيوتر، والمدرسة عندهم جابوا كمبيوتر جديد. الكمبيوتر الجديد ده كان اسمه تيلي تايب 33. كانوا عايزين يلعبوا على الكمبيوتر ويستعملوه، بس كانت الساعة وقتها ب40 دولار. بس وهم مرة قاعدين على الأجهزة دي قدروا يكتشفوا ثغرة قعدوا عليها ببلاش. بس للأسف الشركة اكتشفت الموضوع ده، وقفوهم وعملوا لهم حظر كامل من استخدام الأجهزة بتاعتهم. ال4 عيال دول كانوا كريس إيفنز وتيك وايلد وبول ألين وبيل جيتس. فده عملوا كده جروب وسموه جروب مبرمجين البحيرة. بعد كده راحوا للشركة اللي عملت لهم حظر ديت وقالوا لهم احنا ممكن نطلع لكم الثغرات اللي في الأجهزة عندكم مقابل مادي، والشركة ساعتها وافقت. وبعدها بكذا سنة، وتحديدا لما بيل جيتس كان عنده 17 سنة، هو وبول ألين عملوا شركة وسموها تروفو او داتا. والشركة دي كانت وظيفتها الأساسية إن هي بتاخد البيانات المعقدة اللي طالعة من السيستمز وطالعة من الأجهزة وتحطها في شكل بيانات سهلة وأي حد يقدر يقراها. بس علشان بيل جيتس وقتها كان داخل جامعة هارفارد عشان يدرس تمهيدي في القانون، وبول ألين كان رايح جامعة واشنطن عشان يدرس كمبيوتر ساينس، الشركة للأسف وقفت. وفي سنة 1975 كان في إعلان نازل في مجلة شهيرة بتاعت كمبيوتر. الإعلان ده كان بيقول إن تم اختراع أول كمبيوتر شخصي. الكمبيوتر الشخصي ده كان التاير 8800. فبيل جيتس وقتها كلم الناس اللي عملوا الالتاير اللي هي كانت شركة MITS، وقال لهم إن هو عنده لغة برمجة اسمها البيزك عايز يحطها على الجهاز بتاعهم. وهو ساعتها ما كانش عنده أي حاجة، وبدأ شغل فعليا على الموضوع ده من بعد لما كلمهم. وهو بول ألين قسموا الشغل على بعض وكل واحد فيهم اخد جزء. بيل جيتس اخد الجزء بتاع البرمجه، بول ألين اخد الجزء بتاع السيميوليشن. ومن كتر ما هم ما كانوش مستعدين للموضوع، هم فعليا خلصوا برمجه للغه ديت وهم رايحين للميتنج مع MITS، وحتى ما لحقوش يجربوها. واول لما دخلوا على الشركه واجوا وقت التجربه، كانت اول مره يجربوا فيها اللغه دي، والنتيجه صدمتهم هم نفسهم لان اللغه اشتغلت بشكل مثالي. سنه 1980 شركه مايكروسوفت وصلت مبيعاتها ل 30 مليون دولار. وفي الوقت دوت شركه IBM كانت بتجهز عشان تعمل اول حاسب شخصي ليها. To help a person be more productive. To help a person be more creative. وكانوا محتاجين حد يعمل السوفت وير والاوبريتنج سيستم بتاعه. فبيل جيتس راح لIBM وقال لهم ان هو عنده اوبريتنج سيستم جاهز ان هم يستخدموه. وطبعا هو ما كانش عنده اي حاجه. بيل جيتس وقتها بقى عمل ايه؟ بيل جيتس راح لشركه اسمها سياتل كمبيوتر برودكتس واشترى من الشركه دي اوبريتنج سيستم كانوا شغالين عليه وكان اسمه الدوس. جهاز IBM نزل وباع كميات مهوله، وده خلى نظام الدوس اللي بيل جيتس حطه على الجهاز من اشهر انظمه الاوبريتنج سيستم اللي موجوده في الوقت ده. وبيل جيتس وشركه مايكروسوفت ما اكتفوش بس من ان هم يحطوا البرنامج دوت على اجهزه IBM، بل حرفيا باعوه في كل حته. ادوا 70 شركه تانية غير شركه IBM. في الوقت دوت كانت كل الشركات شغاله بالدوس، مفيش الا شركه واحده بس هي اللي ما كانتش شغاله بيه، واللي هي شركه ابل. في 1983 كانت ابل عملت الواجهه الرسوميه بتاعتهم، والكمبيوتر بتاعهم كان عباره عن فايلات وفولدرات بدل من ان هو شاشه سوداء انت بتكتب عليها اكواد بس. بعد سنتين من الموضوع دوت كانت مايكروسوفت عايزه تعمل حاجه منافسه للي ابل عملته في اجهزتها، فنزلت ويندوز 0.1. كان اخد افكار كتير جدا من الواجهه الرسوميه بتاعت ابل، وده طبعا خلى ان في قضايا تحصل ما بينهم وما بين شركتين مايكروسوفت وابل، رغم ان الواجهه الرسوميه دي اساسا مش اختراع ابل. هي ابل كانت اخده فكره الواجهه الرسوميه دي من شركه تانية خالص، واللي هي كانت شركه زيروكس. شركه زيروكس ما كانتش بدات ان هي تستخدم الموضوع دوت، كان الموضوع بس تحت الاختبارات في المعامل بتاعها. فلما شركه ابل راحت المعامل بتاعتها وبدات ان هي تفهم هما بيعملوا ايه هناك واكتشفوا الفكره ديت، بدأ ان ستيف جوبز ساعتها يجيب الناس اللي كانوا شغالين على المشروع ده ويشغلهم عنده في الشركه لحد ما قدروا يوصلوا للواجهه الرسوميه بتاعت ابل. علينا يعني مين اللي لقى الفكره الاول ومين اللي سرقها من التاني. بعد لما عملوا ويندوز بالواجهه الرسوميه وبدأ ان هم كل شويه ينتجوا منتج جديد ويعملوا حاجه جديده والشركه تتوسع اكتر واكتر مع الوقت، اشتروا شركه وقتها اسمها فورثوت. والشركه دي ما كانتش شغاله على اي حاجه غير برنامج واحد بس، وهو برنامج الباوربوينت. ومايكروسوفت بعد ما اشترت الشركه دي خدت برنامج الباوربوينت وكان برنامج تاني كانوا عندها زي الاكسل والوورد وحطوه في حزمه واحده وسموها مايكروسوفت ووركس، واللي هي دلوقتي اسمها مايكروسوفت اوفيس. ومايكروسوفت ووركس او اوفيس يعني دلوقتي ده كان اول برنامج من مايكروسوفت يكون متاح للمنصات كلها، يعني ما كانش شغال بس على الويندوز، كان شغال على اي اوبريتنج سيستم تاني حتى الابل.
1987 بيل جيتس كان عنده 32 سنه واصغر ملياردير في التاريخ. 1995 مايكروسوفت نزلت بويندوز 95 واللي كان وقتها يعتبر ثوري، وكتير جدا من الناس بتعتبر ان الويندوز 95 هو العمود الفقري او الاساس بتاع انظمه التشغيل اللي موجوده كلها دلوقتي. صرفوا على تسويقه بس حوالي 300 مليون دولار. وبعدها مايكروسوفت دخلت في كل حاجه، لدرجه انها اشترت محطه تلفزيونيه ودخلت في مجال العاب الفيديو بالاكس بوكس، وكمان عملت لغه السي بلس بلس والدوت نت. دول حتى اشتروا 10% من شركه ابل. انترنت اكسبلورر واللي عمل لهم مشاكل كتير، لان الانترنت اكسبلورر وقتها كان هو البراوزر الوحيد اللي انت ممكن تستعمله على ويندوز. اي براوزر تاني كان بينزل على ويندوز كانوا بيخلوا الاوبتمايزيشن بتاعه وحش جدا، عشان ما فيش حد يقدر يستعمل غير الانترنت اكسبلورر بس. بعد لما مايكروسوفت دخلوا في كل حاجه كده وما سابوش حاجه لما دخلوا فيها، في حاجه واحده بس مايكروسوفت ما قدرتش ان هي تنافس فيها ولا تخش فيها في سوق التكنولوجيا، وهي الموبايلات. اندرويد والاي او اس هم حاجات ما تعتبرش جديده قوي. هم الحاجات دي او الاوبريتنج سيستم دي نزلت في 2007 وفي 2008، بس مايكروسوفت قبلها في 2003 كانوا بيحاولوا ان هم يعملوا اوبريتنج سيستم جديد وكان اسمه ويندوز موبايل، وطبعا كان موجه للتليفونات بس للاسف ما كملوش. طبعا من الوضع دلوقتي احنا عارفين ان اندرويد واي او اس هم اللي اكتسحوا، بس ليه شركه زي مايكروسوفت برغم ان هي عملت الويندوز موبايل قبل الاندرويد والاي او اس، وكمان هي كانت شركه كبيره ومعاها فلوس كتيره جدا، ازاي ما نجحش؟ وفي الحقيقه المشكله في الموضوع ده يرجع للتصور بتاع بيل جيتس نفسه. بيل جيتس كان شايف ان الموبايلات مش هتنتشر الانتشار الواسع اللي هي انتشرته ده، وكان عنده مبدأ تاني خالص في التفكير. كان بيفكر ان انت يكون عندك جهاز لكل حاجه، يعني مثلا دلوقتي هيكون عندك جهاز تلعب عليه وكمبيوتر للتصفح والامور المكتبيه، وكمان التليفون اللي انت هتكلم فيه الناس وانت بره بس. انما كان في واحد تاني بقى على النقيض منه خالص، كان شايف ان في جهاز واحد هيغنيك عن كل الاجهزه التانيه، واللي هو التليفون او السمارت فون. طبعا اللي انا بتكلم عنه ده كان ستيف جوبز. فستيف جوبز نجح جدا مع الايفون. Today Apple is going to reinvent the phone. بعكس بيل جيتس اللي كان تفكيره في حته تانيه وسياسه الشركه بتاعته كانت ماشيه في اتجاه مختلف. فانت متخيل قد ايه موضوع التوقعات ده بيفرق في سوق التكنولوجيا؟ يعني حرفيا ممكن عشان واحد او رئيس شركه توقع حاجه غلط في المستقبل الشركه بتاعته تنهار. هي طبعا مايكروسوفت ما انهارتش وكملت في النجاحات، ولكن كل ده باعتمادها على الحاجات اللي هي كانت مميزه فيها من الاول، وكمان في دخولها في اسواق تانيه زي مثلا الكلاود وسوق الداتا سنترز والكلام ده. بس هو في الحقيقه مايكروسوفت وموضوعها او قصه فشلها في ان هي تقدم اوبريتنج سيستم محترم للتليفونات علمنا ان النجاح في سوق التكنولوجيا او النجاح في السوق عموما بيكون مبني على توقع. ممكن التوقع ده يكون صح وممكن التوقع ده يكون غلط. يعني مثلا لو واحد النهارده قرر ان هو يعمل شركه مثلا في الليثيوم ايون باتريز، في اللي هي بطاريات الليثيوم بتاعت العربيات مثلا، فهل هو عنده تاكيد ان هو ده المستقبل؟ طب ما ممكن المستقبل يكون لحاجه ثانيه خالص، البطاريات في علاقه التوصيل مثلا. فمحدش يعرف المستقبل عامل ازاي بالظبط، وده يخلينا نرجع لان النجاح اساسا معتمد على نسبه كبيره جدا من الحظ، او بلاش الحظ، هو توفيق ربنا. اكيد الانسان نفسه ليه عامل او ليه نسبه من النجاح او الفشل، بس دائما وابدا بيكون في نسبه كبيره جدا، يمكن تكون مثلا 90 او 95% كمان، بتكون معتمده بس على توفيق ربنا والمستقبل مخبي ايه. وبس كده، دي كانت كل حاجه عند الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير للفيديو، ولو عندكم اي اقتراحات يا ريت تسيبوها في الكومنتس. سلام.